والله يا جماعه كوكب الارض محتاج ناس جدعه زي نادي الشباب السعودي كده. الهلال جاي قال لهم بقول لك ايه يا اسطى، المهاجم بتاعك موجود في امريكا بيصيف، واحنا عندنا كل المهاجمين اتصابوا، وانا عارف ان باب الانتقالات مقفول، هنفتحه لك، سلكه لي بس اخلص بيه كاس العالم للانديه وارجعه لك تاني. مسؤولين نادي الشباب قالوا لهم ايه يا باشا يا كينج، ما يغلاش عليك، خد اللاعب ووقت ما تخلص ابعته لي، انا قاعد مستني. نادي الشباب ده من كتر ما هو جدع، لو قرر الصندوق ان هو يدعمه صدقني هيودي الدعم الانديه الدوري له، هيقول لهم الفقراء اولى. من كتر ما هو جدع بيخش الموسم بنص بخار على الفحم وايفر بانيجا، لا اكتر ولا اقل. عبد الرزاق حمد الله ما شاء الله قدوته مهاجمين الدوري الايطالي، عدى على كل انديه الدوري السعودي، لو سجل في اي حد مش هيحتفل. بس المهمه اللي هو داخل عليها على مستوى كاس العالم للانديه، لو قدر ان هو ينجح فيها وقدر ان هو يسجل سيدخل قلوب كل جماهير الهلال في اسرع وقت ممكن. عبد الرزاق حمد الله مجنون وبيحب التحديات، وبيحب ان هو يخش على الماتشات الكبيره، وبيقدر ان هو يصنع فيها الفارق. بس فعلا لو قدر ان هو يسجل في فلومينيتزي وان هو يبقى علامه فارقه، هتبقى حاجه مختلفه تماما وتاريخ جديد بيكتبه هذا اللاعب.